يا سيدي على العظمة، هاتي لفة من القلاش ويلا بينا نعمل عظمة من الحلويات. اللهم بارك. زي ما انتم شايفين كده حاجة كده عظمة وسهلة وطعمها حلو. وكمان هنعمل مع بعض الرز كده بالخلطة بالجزر بالبسلة باللحمة. يعني أكلة في حلة واحدة والطعم خطير وكل حاجة موجودة فيها واللحمة دايبة دوب. السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا صباح الفل والورد والياسمين، يومكم مشرق بنور الله. أول حاجة كده نصلي على رسولنا الكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. أول حاجة هنا قلت أعمل الشربات بتاع السكر، حطيت كوباية ونص من السكر، وكمان حطيت معايا نص ليمونة، وحطيت باكيت من الفانيليا، وحطيت كمان مج من المية. هنسيبهم كده على نار متوسطة من غير تجليد. تاني حاجة كده هندهن معايا الصاج بتاعنا بالسمنة، معلقة السمنة كده وندهن. معايا هنا بقى سوداني، ومعايا جوز الهند، ومعايا سميد بتاع البسبوسة ني، أيوة هيستوي في قلب القلاش. معايا هنا لفة قلاش كبيرة كده، اللهم بارك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أول حاجة هنقسمها نصين اتنين متساويين علشان يطلع معانا اللفة بتاعتنا مظبوطة، وكل قطعة كده متساوية بالظبط. بعد بقى ما قسمت معايا لفة القلاش نصين اتنين هنفردها، وهنرجع تاني نقسمها مرتين اتنين. في خط موجود هتلاقي ايه هي قسمة نفسها كده. المهم إن لما تقسمي القلاش بتاعك وهتستخدميه، لفي الباقي في فوطة أو حطيه فوق بعضه علشان ما ينشفش. القلاش من السهل إن هو ينشف بسرعة. هنا بقى خلصت، قسمت معايا كده لأربع أقسام متساوية. قسمتها الأول اتنين وبعد كده قسمت الواحدة لنصين. هنيجي بقى على لفة القلاش بتاعتنا وهنعملها أساور بطريقة سهلة وبسيطة، وكمان موفرة معاكي في السمنة. وهنشوف الطريقة عملناها ازاي. أول حاجة كده بناخد ورقتين اتنين وبنعملها أساور. ورقتين اتنين وبتلف عليها أي مكسرات انت عايزاها، ولو حابة انك تعملها سادة مفيش مشكلة. المهم كده اللي معايا عود شوش طاووق، ممكن تستخدمي الخشب أو تستخدمي الحديد، أنا مش متوفر عندي الخشب. وممكن كمان الشاليمو البلاستيك عشان يكون سهل ليكم. ممكن تفردي الطبقة الأخيرة وتكون فردة كده في الأسورة من تحت بتاعة القلاش، وممكن تلميها وتكون دايرة. لو انت عايزة تحطي فيها أي مكسرات كريمة، عايزة تحطي أي فستق عن الجبن، حاجات من دي بعد ما تستوي تقدري تسيبيها. لو مش هتحطي سيبيها كده زي ما هي موجودة. المهم كده أنا شلت كده القلاش وحبيت أعمله لكم من غير أي حاجة تحت عشان أوضح لكم إن هم ورقتين اتنين وبتلفيهم. لازم تبرميها كده كويس، وبعد كده تضغطي بإيديك الاتنين وتلفيها، بتلاقيها شكلها حلزوني كده وبتكون حلو. طيب احنا كده ما دهناش السمنة، مفيش مشكلة. كوباية سمنة بقى على النار كده وسخنيها وتيجي جايبها كده معاكي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. في الوقت ده الفرن بتاعنا شغال. شايفين انا بنحط كده سمنة، يعني الاساور ما تستخدمش سمنة كتير، وفي نفس الوقت طعمها بيكون حلو. كده اللفة بتاعتنا كانت خلصت ودخلتها الفرن على الرف اللي قبل الاخراني من تحت، بنولع فوق وتحت او الشواية والفرن. زي ما انتم شايفين كده خلاص. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. استخدم بقى شربات بسيط، يعني الشربات يكون بارد والقلاش يكون سخن عشان تفضل معاكي مقرمشة. عايزاها طرية معاكي، والأفضل للأساور بتكون مجرمشة. طب لو عايزاها طرية خلي الجلاش سخن، وخلي الشربات بتاعك دافي. نيجي بقى على تاني وصفة معانا ومكوناتها. معايا جزر، ومعايا بسلة، ومعايا بصلاية، ومعلقتين من الصلصة، فلفل، كمون، عود قرفة، ورق لوري، وحبهان، وليمون مجفف. أول حاجة كده معايا البصلتين الاتنين الصغيرين أو بصلاية كبيرة فرمهم فرم ناعم مع معلقتين سمنة وزيت، ونفضل كده ندبل فيهم لحد لما نصفر اللون بتاعهم. بعد ما اللون اصفر بننزل بقى بالتوابل بتاعتنا. ضفت معاه كمان معلقة صغيرة من الكركم. الكركم هنا لأن أصل الأكلة بتاعتنا أو الأكلة في حلة واحدة بنعمل الرز بتاعها كده بالخلطة، فما بتضيف معاك الكركم بيدي اللون الأصفر الحلو. المهم لما التوابل بتسخن مع البصل بتكون طعمها جبار. في الوقت ده أنا معايا الحلة الصغيرة حاطة فيها نص كيلو من اللحمة. لو انت سلقت اللحمة وعملت شوية رز مش هتحس بطعمها. لا انا مقطعاها صغيرة واخدت الشوربة بتاعتها كده هنسوي بيها الرز. اديتها كده يعني اخدت معايا 10 دقايق، استوت نص سوا. والنص التاني هتستوي معانا مع التتبيلة بتاعت البسلة والجزر والخضار. هنشوح بقى اللحمة بتاعتنا كده تشويحة تاخد من طعم التوابل ومن طعم البصل مع التقليب المستمر على نار عالية.
في نفس الوقت أنا مولعة على الشوربة علشان هستخدم منها التزويد. بعد ما أضيف البسلة والجزر خليكم معايا وانت هتشوفوا ازاي هنسوي البسلة قبل ما نسوي الرز، علشان كل حاجة تكون مظبوطة معانا. بعد اللحمة بس ما اتشوحت كده مظبوط معانا، ننزل بقى بالبسلة والجزر. هنا البسلة بتاعتنا كانت مجمدة فشطفتها كده شطفة على السريع، والجزر كمان كنت مقطعاه زي ما انتم شايفين كده مكعبات صغيرة. حد هيقول لي طب الجزر والبسلة هيستووا والرز هيستوي؟ طب اصبروا بس، واحنا الايه لازم نسوي الحاجة بتاعتنا تكون مظبوطة ونتأكد ان اللحمة والخضار مستويين قبل ما نشوح الرز بتاعنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في الوقت ده هنغطي عليها بعد ما نضيف لها معلقتين اتنين من عصير الطماطم، معلقتين اتنين ما نزودش أكتر من كده. طيب عصير الطماطم ده هيعمل لنا إيه؟ هيخلي معانا في طريان كده في البسلة وفي اللحمة بتاعتنا والبصل. وضفت معاه كمان قرن شطة فتحته وسبته زي ما هو سليم، ده هيطعم معانا الطعم. هنسيب بقى معانا الخضار كده باللحمة على نار هادية لمدة 10 دقايق. بعد ال10 دقايق بالظبط هنلاقي البخار بتاعنا كده ايه سوى معانا بقية الخضار ربع تسوية. طب ربع، طب وبعد الربع استنى هوريكم. هنضيف معانا مج من الشوربة ويكون سخن جدا علشان خاطر ايه ما نوقفش معانا السوى بتاع الخضار اللي احنا وصلنا له. هنسيبها بقى مغطيها لحد لما تستوي نص سوا من الخضار، كده اللحمة هتكون استوت سوا كامل. تسيبها 10 دقايق على نار هادية. في الوقت ده هروح اتوضى واصلي وبعدين نرجع لها تاني علشان نشوفها. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بعد بقى ما خلصت صليت وكده فبنعمل تيست نشوف البسلة مستوية، الجزر مستوي، اللحمة مستوية. حسيت إن هي لسه عايزة كبشتين اتنين من الشوربة. هنسيبها تستوي خالص علشان لما نضيف الرز بتاعنا نكون متأكدة إن خضارنا ولحمتنا مستويين والأكلة بتاعتنا ما تبص. هنغطي عليها ونسيبها كده مع نفسها كمان 10 دقايق. الأكلة في حلة واحدة وطعمها خطير وكمان موفرة وفي نفس الوقت فيها كل العناصر الغذائية. يعني لو أولادك ما بيحبوش البسلة ما بيحبوش الرز، هتحاولي انك انت تضحكي عليهم كده بقطع اللحمة وهي في قلبهم كده وهتكون طعمها حلو. حتى لو هتشيلي معاكي البسلة من طبقهم والجزر، ولكن هيكون الفايدة هو أخدوه. مهم كده بعد ال10 دقايق على نار هادية كانت اللحمة مستوية وكمان الجزر مستوي، خضارنا كله كان تمام يعتبر واقف على سيكة بسيطة، يعني قولي 3/4 سوا. في الوقت ده تمام. في ال10 دقايق أو الربع ساعة اللي الرز هيستوي فيه فكده بقية الخضار هيكمل السوا بتاعه. هنغسل الرز بتاعنا، والرز بتاعنا كان رز المصري، يعني ما بننجحوش. لو هتستخدمي رز معاكي بسمتي هتنجعيه، وكل كوباية رز بسمتي بتاخد كوباية ونص من المية. أنا الرز بتاعنا ده غسلته بس وجيتني صفيته وشوحت الرز. عشان الخلطة بتاعتك تطلع مظبوطة أو الأكلة بتاعتك تطلع مظبوطة لازم تشوحيها أقل حاجة 5 دقايق. شوحيها كده لحد ما كل حباية تتغلف بالسخونية اللي في الحلة بالسمنة بالزيت، تلاقي الحبة بتاعتك متغلفة وتلاقي طعمها حلو. عشان يطلع معاك الرز بتاعك مفرول وحلو مش معجن، ان احنا نشوحه كويس جدا من فوق لتحت ونغلف كده الرز بتاعنا زي ما انتوا شايفين. في نفس الوقت انا مولعة على الشوربة بتاعتنا علشان هنزود بيها الرز. طب حد هيقول لي ينفع اللحمة تكون نية ونعمل بيها الرز زي ما احنا ماشيين كده بالخطوات؟ ينفع، بس هتسوي اللحمة الأول بالبصل وتمشي بالخطوات بتاعتك مظبوطة وتغلي مية سخنة وتعمليها دي معاكي ودي معاكي. هنا خلاص بقى شوحت معايا الرز بالخلطة بتاعتنا الجبارة لحد لما حسيت ان مفيش نسبة سوائل ولا اي حاجة خالص. حسيت ان حباية الرز كده معانا نشفت مننا خالص. ده المطلوب معانا. هنمسك بقى معايا اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنمسك بقى معايا الشياطة أول حاجة نحطها، لأن أي رز زي ما قلت لكم فيه بصل أو أي رز بالخلطة بيستوي بسرعة وبيتلسع بسرعة. هنصفي الشوربة بتاعتنا لأن أكيد في عظم وفي طماطم وفي بصل، وإحنا وصلنا لرز إيه معانا للتشويحة المظبوطة، فمش عايزين إن هو يعجن مننا بحاجة بسيطة. صفيت الشوربة كده زي ما وريتكم
ونقلب معانا الرز، وما نضيفش معانا الشوربة أو المية كلها مرة واحدة. نستنى لما نتأكد ونقلب نشوف الرز معانا اتغطى بالشوربة. يعني احنا مش عايزينه يكون كتير، يعني عايزينه نص سنتي كده فوق الرز بالظبط. كده محتاج معانا مغرفة واحدة من الشوربة. هما خلاص كده يا دوبك شوية الشوربة على قد شوية الرز، مزودتش مية. طيب حد هيقول لي الرز كده هيستوي؟ هتبقى كيس يكون صحي وحطيه على وش الرز مباشر اول ما تحطي الغطا على طول. يعني انا عريت وحطيت الكيسة، ولكن ما جاش في التصوير. وما نجيش ناحيته غير بعد 10 دقايق على نار هادية كده. هنقلب بقى بشوكة علشان معانا الرز يكون مفر. انا كنت بعمل كده بالشوكة بشوف الحبهان طلع على الوش زي كل مرة ولا لا. المهم بقى كده بنقلب الرز بتاعنا زي ما انتم شايفين. اللهم بارك. الحباية بتاعته مش معجنة مش متماسك، يعني الحباية بتاعته مظبوطة. القوام مظبوط، هيستوي ان شاء الله ويكون كويس. هنسيبه على نار هادية كمان لمدة 5 دقايق مع التجليب علشان نتأكد. معاه بقى العود القرفة هنا كان حجمه كبير جدا، في قلبه رز أخدته علشان يكمل سوا. سبتها كمان 5 دقايق. بعد ما الرز اتأكدت انه استوى او الحلة بتاعتنا استوت، فوطة مبلولة وسيبيها كمان 5 دقايق من غير ما تغرفيها. وده الشكل النهائي. حبيت الرز بتاعتنا. الكاميرا في الأول كانت ظلمة اللون ولسه واخدة بالي من الإضاءة، ولكن الحمد لله المهم النتيجة في النهاية. الحلة دي حلة عظمة، أكلة كده ما شاء الله تستاهل بقكم. لو عجبك الفيديو حط اللايك والاشتراك. أسيبكم في رعاية الله واستنوني في فيديو جديد.